الشتا داخل معايا بقى بكسل مش طبيعي، فهتلاقوني بقى بعمل لكم يومين لان يومي مش بعمل فيه حاجات كتيره. ده فلوج يوم الحد والاتنين. تعالوا اقول لكم بقى عملت ايه. لحد الصبح كده وصلت ليلى الحضانه، وبعدين رجعت بقى عملت لي سندوتشات البيض دي. كان بقالي كتير ما اكلتش بيض وكان نفسي فيه، فعملته كده وحمصته وعملت بقى جنبه كوبايه نسكافيه كده. هي دي بقى اللي بتفوقني وبتديني طاقه. بعد كده كان ماما بقى طالبه مني ان انا اعمل لها السينابون بس من غير حشوه السينابون، نفس العجينه كده. فسبتها بقى ساعه تخمر. مش المخبوزات دي اسمها ايه بالظبط، بس انا عملت بنفس عجينه كده السينابون بالظبط، وفردتها برضو على الرخامه كده بالظبط زي السينابون، بس لفيتها على الفاضي وعملتها بقى في الصينيه كده. برضو قطعتها قطع صغيرة كده. هي كانت عايزاها تبقى فاضية من جوه، ما تبقاش فيها حشوة. هي ما بتحبش حشوة السينامون، فقطعتها كده وحطيتها برضو في الصينية وسبتها بقى تخمر نص ساعة كمان. وبعد كده حطيتها بقى في الفرن على نفس درجة الحرارة بتاعة السينامون وطلعت تحفة. واليوم ده انا ما عملتش اي حاجة خالص غير بالليل ان انا عملت كب كيك تاني الليلة علشان تروح بيه بكرة الحضانة. وصلتها بقى الحضانة تاني يوم، وبعد كده انا نزلت عشان كان عندي مشاوير، وكنت عايزة اشتري بقى لليلى شوية هدوم كده علشان الشتا دخل وهي ما كانش عندها حاجات كتيرة، والسن ده بقى الهدوم بتكبر عليه بسرعة. ورجعت بقى البيت كان قبل ما ليلى تيجي بشوية، عملت لي كده حاجة اكلها ونزلت اجيب ليلى. وبعد كده بدأت في الغدا. نفسي قوي ماما كانت بتعمل طريقة كبسة كده باللبن، كان نفسي فيها قوي. كلمتها واخدت منها الطريقة، فان احنا بنحمر كده البصلة، بس المفروض ان انتوا تعملوها اصغر ما انا عاملاها كده. وبعد كده بننزل عليها الرز البسمتي، وبعدين بنحط بقى اللبن، ملح وفلفل وحبهان فقط لا غير. وكان هعمل بقى جنبها كده فراخ مشوية، وعايزة طريقة سهلة، فحطيت بقى زيت وحطيت توابل وحطيتها في كيس حراري كده ودخلتها الاير فراير تستوي براحتها عقبال ما الرز بقى بتاع الكبسة كده يستوي. اني بقى كسلانة اليومين دول، فكان في شوية مواعين كده في الحوض من امبارح، فغسلتهم كمان بقى مع المواعين بتاعة النهاردة ووضبت المطبخ كده. بعد كده بقى الاكل استوى، اكلت الحمد لله. الاكل كان تحفة وبجد كان وحشني قوي طعم الكبسة ده. اي نعم هو ما طلعش نفس طعم بتاع ماما، بس بجد كانت خطيرة. وجربوها الكبسة كده بدل ما تحطوا لها مية حطوا لها لبن، خطيرة. والفراخ بالصوص ده طلعت خطيرة. بغرف الاكل بقى. لولو هانم فتحت التلاجة، بقت بتفتح التلاجة دلوقتي، وطلعت علبة الجبنة الرومي ورمت نصها على الارض ونصها اكلتها الحمد لله. يعني اخر اليوم بقى عملت لي كوبايه ايس كوفي كده لاني كنت مصدعه قوي وبقالي كتير ما شربتوش. وبس كده يومي خلص. تصبحوا على خير.